والنجم إذا هوى. من ضوء إلى عتمة، لحظات كفيلة بقلب مسار كيان كامل اسمه النجم الرياضي الساحلي. مساء 26 أكتوبر 2025 خرج النجم الرياضي الساحلي من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي بطريقة صادمة بعد خسارة ركلات الترجيح أمام نيروبي يونايتد الكيني. هذا الإقصاء لم يكن مجرد خروج مبكر، بل زلزال هز ناديا عريقا وجماهيرا واسعة، وأشعل من جديد علامات استفهام حول مستقبل النادي. الاثنين 27 أكتوبر 2025 لم يكن يوما عاديا في سوسة. جبير بيا يضع استقالته رسميا والصدمة تعم الشارع الرياضي. الهيئة المديرة تعقد اجتماعا طارئا، والأخبار تصب في إمكانية أن فؤاد قاسم سيتسلم رئاسة النادي خلفا لبيا. هل سقط الرئيس أم سقطت المنظومة من حوله؟ ما حدث لم يكن وليد لحظة، بل أزمة تراكمت حتى انفجرت. السبب الأول كان مسألة التفرغ. بيا كثير السفر لارتباطاته مع أبو ظبي الرياضية، مما خلق شعورا بغياب القرار داخل النادي، خاصة في المباريات الكبرى. ثاني الأسباب الانتدابات. جماهير الإطوال اتهمت الإدارة بجلب لاعبين دون مستوى زي النادي مقابل التفريط في ركائز صنعت نجاح الموسم الماضي. ثالث الأسباب كان الضغط الجماهيري والإعلامي. الانتقادات تجاوزت الرياضة إلى الشخصنة، ومعها أصبح البقاء أصعب من الرحيل. النجم الساحلي اليوم عند مفترق طرق. الاستقالة حصلت، لكن الأزمة لم تحل. المطلوب الآن رؤية واضحة، جمهور يلتف ولا ينقسم. أما جبير بيا فغادر بهدوء كما جاء. تاريخه الرياضي سيبقى، لكن التجربة أكدت أن الإدارة ليست ملعبا من عشب، بل صبر وصدور تتحمل الطعن قبل التصفيق. فهل كانت الاستقالة شجاعة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، أم هروبا من معركة كان يجب أن تتواصل للنهاية؟ الأيام وحدها ستجيب. ما نرجوه للنجم أن يعود نجما في السماء لا ظلا على الأرض.